في الحلقة اللي فاتت قلتلكوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ دعاءه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. بس مين هو إسرافيل؟ في السلسلة دي هنعرف أكتر عن الملائكة ونعمل أكلة حلوة نزين بيها سفرتنا في رمضان. إسرافيل هو الملك اللي بيفضل باصص نحو عرش الرحمن دائم الاستعداد للنفخ في الصور، كأن عينه كوكبان خايف ربنا يأمره بالنفخ يكون مش مركز. وفي يوم القيامة هيجي إسرافيل عشان يعلن عن قيام الساعة، وهينفخ بالبوق لإحداث تغيرات كونية هائلة، وهينفخ 3 نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، إن الناس كلها في السماوات والأرض هتخاف منها. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق اللي هيموت فيها كل من في السماوات والأرض. والنفخة الثالثة هي نفخة البعث اللي هيبعث فيها من في القبور وجميع من في السماوات والأرض. وتعرفوا كمان مين أول حد قال سبحان ربي الأعلى؟ هو إسرافيل عليه السلام. واكتبولي بقى لو تعرفوا عنه معلومات أكتر. وحبيت أقدم لكم المرة دي قدرة قادر بطريقة مختلفة، وبجد كيكة الفستق مع الكريم كراميل طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. هسيب لكم الطريقة بالتفصيل تحت الفيديو.